تعال اقول لك على طريقه ازاي تحافظ بيها على بطاريه الايفون بتاعك. لا مش الايفون بس، ده اي تليفون تاني. الفيديو ده كنا عملناه قبل كده بس من فتره كبيره، فتاه على الناس وناس كتير طالباه مني، فقررت ان انا اعمله لك تاني. تعال اقول لك الطريقه دي. اول حاجه انت لازم تتاكد ان الشاحن بتاع الموبايل بتاعك اصلي 100%، البلج تكون اصليه 100%، الكيبل يكون اصلي 100%. تتاكد ازاي؟ دي بتاعتك انت. تروح لحد مختص في الموضوع ده يقدر يكون بيفهم فيه، تروح تريد لاين او الوكيل اللي تابع للشركه بتاعت الموبايل بتاعك. المهم ان انت تتاكد ان الشاحن ده اصلي 100%. تاني حاجه، حاول بقدر الامكان ان انت ما تشحنش الموبايل بتاعك اكتر من مره واحده في اليوم. تشحنه من 20% ل 100%، تشحنه من 10% ل 100%، من 1% ل 100%، من 50% ل 100%. المهم ما تشحنوش اكتر من مره واحده في اليوم. رقم 3، اوعى تسيب الموبايل بتاعك على الشاحن وتنام. اكبر غلط ان انت تسيب الموبايل بتاعك على الشاحن وتنام. انت بتتعب البطاريه بتاعت التليفون، ومش كده وبس، انت بتتعب الاي سي الشحن بتاع الايفون بتاعك او الموبايل بتاعك عامه، ان هو فيما بعد ما يبوظ لك بطاريه واتنين يبوظ والجهاز يقطع باور. رقم 4، حاول لما تيجي تشحن الموبايل بتاعك تشحنه في وقت انت مش محتاجه فيه، لانك لازم لما تيجي تشحن الموبايل ده تقفل الداتا عنه. حاول ان انت تقفل الواي فاي وتقفل ال 3 جي عشان يشحن براحته، ده هيشحن معاك اسرع. رقم 5، حاول لما تنزل من بيتك او تنزل من مكان شغلك، اي مكان انت متصل بيه بالواي فاي وقررت ان انت تنزل منه، وانت نازل اقفل الواي فاي واقفل البلوتوث، لانك طول ما انت ماشي ومشغل الواي فاي الموبايل تحس ان هو عامل زي الاهبل ماشي فاتح الواي فاي عمال يعمل سيرش 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 على اي مكان فيه واي فاي، وانت كده كده مش معاك الباسورد. كذلك البلوتوث، انت بتبقى دايما فاتح البلوتوث وانت مش معاك مثلا ايربودز، فانت لو مش معاك ايربودز او مش معاك سماعه بلوتوث او مش راكب عربيتك مثلا عشان تشغل الكار بلاي والكلام ده، فانت لازم تقفل البلوتوث وتقفل الواي فاي ادام انت مش محتاجهم. رقم 6، حاول تدخل على الاعدادات بتاعه الموبايل بتاعك وتخش على اللوكيشن اللي هي خدمات الموقع، وتقفل اي لوكيشن مفتوح للابليكيشنز اللي بتتعقبك زي فيسبوك، زي انستجرام، زي تويتر، زي اي حاجه فيها تعقب، بحيث ان هي تعرف مكانك وتبعت لك عروض واعلانات على الابليكيشنات دي من غير ما انت تبقى عارف. لما تلغي الموضوع ده برضه هيوفر معاك استخدام الجي بي اس، انه كل ما انت ماشي هو عمال يعمل سيرش عشان يوصل الداتا بتاعتك للمكان فيسبوك وللتويتر. ده برضه هيفيدك، لازم تقفله. وبكده بكون لميت لك اهم الحاجات اللي ممكن تأثر على البطارية بتاعت موبايلك. اتمنى بقى ان انت تكون استفدت من الفيديو ده. متنسانيش بقى في اللايك ونعمل شير للفيديو ده عشان لو انت استفدت غيرك استفاد. حوار البطاريات ده كان معاك احمد تيربو، السلام عليكم.